تجديد فرقة A Pink من خلال إصدارهم لألبومهم المصغر السادس بعنوان Pink Up، بالإضافة للفيديو كليب الخاص بأغنيتهم الرئيسية واللي بعنوان 5. بدأ حدث Today at Apple في شهر مايو الماضي، وهي من الفقرات اللي تقدم فيها شركة أبل فنانين عالميين وموسيقيين ومصورين ورجال أعمال ومدرسين. أما فرقة NCT 127 كانت أول فرقة كورية يتم دعوتهم لمتجر أبل في نيويورك بأمريكا من أجل هالحدث. فتحدث فتيان الفرقة عن ترويجاتهم وأداء أغانيهم شيري بوب وليميتلس للمعجبين اللي كانوا موجودين، فانتشرت الكثير من مقاطع لأداءاتهم من تصوير المعجبين على السوشيال ميديا. أثبتوا فتيات فرقة بلاك بينك قوتهم من خلال تحطيمهم لعدد الأرقام القياسية الخاصة بمشاهداتهم ككونهم فرقة الكيبوب الأعلى على اليوتيوب. وبالنسبة لأغنيتهم الجديدة أو ماي جاد بحييهم على إنجازاتهم. أول رقم قياسي حطموه هو أسرع فيديو كليب يوصل إلى 10 ملايين مشاهدة، فتمكنوا من الوصول لهالرقم بأغنية As If It's Your Last لهالعدد في أقل من 17 ساعة. والفرقة اللي كانت تحمل الرقم القياسي سابقا هم فرقة BTS واللي وصلوا إلى 10 ملايين مشاهدة في 21 ساعة و37 دقيقة بأغنية Not Today. أما الرقم القياسي الثاني اللي حطموه هو أكثر عدد مشاهدات في أول 24 ساعة، فتمكنوا فتيات الفرقة من الحصول على 13 مليون و316 ألف و290 مشاهدة في أول يوم بأغنية As If It's Your Last. وبالنسبة للفرقة اللي تحمل الرقم القياسي أيضا هم فرقة BTS بأغنية Not Today واللي حققت 10 ملايين و979 ألف و502 مشاهدة في أول يوم. وبالنسبة للرقم القياسي الثالث في عدد المشاهدات فهو بكونهم الفرقة اللي تمتلك أكبر عدد مشاهدات لأغنية ترسيلي، حيث تمكنت أغنية بامبايا من الحصول على أكثر من 169 مليون مشاهدة، وهذا هو أعلى عدد مشاهدات تم تحقيقه بأغنية ترسيم حتى هاللحظة. بالنهاية ألف مبروك لفرقة بلاك بينك على إنجازاتهم المتواصلة. بامبايا
فقرتنا الخاصة بالكيبوب انتهت، لكن خلال الأسابيع القادمة رح نعرض أضخم وأجدد حفل كوري لأكثر الفرق المفضلة عندكم، وهو حفل SPS AK Gayon، واللي يضم عدد كبير من فرق الكيبوب مثل داني ميوزز، أسترو، بلاك بينك، وأيضا مامامو، مونستا إكس 17، تيرا وغيرهم كثير بحفل واحد وعلى قناة الشرقية في برنامج مشاهير انترتينمنت. لتعرفوا مواعيد الحفل تابعوني على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأنا راح أخبركم بالمواعيد والتفاصيل. أوكي؟ Baby,